Audio Jungle. وفقا لمعطيات صور وبيانات أقمار الاستشعار عن بعد، أصبح من المؤكد وجود أضخم بحيرة للمياه الجوفية العذبة في العالم تحت رمال صحراء الجزائر، والتي تمثل في الوقت الحاضر المصدر الرئيس الذي تعتمد عليه كل الواحات الجزائرية المترامية الأطراف في مناطق الوسط والجنوب الجزائري. ويمكن رؤية ذلك رؤية العين عند زيارة إحدى هذه الواحات، حيث تتدفق المياه الجوفية إلى السطح لتروي الحدائق والبساتين المثمرة بأفضل أنواع الفواكه التي يشتهر بها الجنوب الجزائري. يأتي ذلك في وقت ظهور تقرير مهم صادر عن المعهد الدولي للموارد المائية، حذر من خطورة ارتفاع مستوى الإجهاد المائي في الجزائر، والذي وصل صداه إلى الحكومة الجزائرية. هذا التقرير المصور الذي تنفرد به قناة شعاع الإلكترونية يلقي الضوء على إشكالية القلق المائي التي تواجهها الجزائر. وهل تستطيع أضخم بحيرة للمياه الجوفية في العالم والتي تحتضنها رمال الصحراء الجزائرية حل هذه الإشكالية؟ بالحقائق والأرقام نتحدث. هيا بنا نكشف التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. في نسخته الأخيرة أشار أطلس مخاطر قنوات المياه التابع لمعهد الموارد العالمية إلى أن معدل الإجهاد المائي في الجزائر صار مقلقا، حيث تقدر المياه العذبة الداخلية المتجددة بنحو 19 مليار متر مكعب سنويا، ما يعني أن نصيب الفرد يعادل نحو 295 مترا مكعبا. وهذا الرقم بعيد تماما عن مستوى الاستهلاك الفردي الآمن للمياه والمتعارف عليه دوليا، والذي يصل إلى 1000 متر مكعب سنويا، أي نحو 2 لتر للشرب، وما يتراوح بين 140 إلى 150 لترا لتلبية الاحتياجات الفردية اليومية الضرورية كالنظافة والطبخ. أشار إلى ذلك أيضا تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية بعض فقراته. ومما ورد في هذا التقرير أنه في ظل الطلب المتزايد على المياه في الجزائر، صار هناك اختلالا في التوازن بين المتاح والمطلوب، ومن ثم وقعت الجزائر في دائرة القلق المائي. وكانت الحكومة الجزائرية قد تنبهت إلى هذه الظاهرة وبدأت في اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من تفاقمها. وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد منتصف إبريل نيسان الماضي، أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليماته بضرورة ضمان توزيع المياه باستمرار وبحكمة أمام حالة تذبذب التساقط السائد وطنيا ودوليا، إضافة إلى مراجعة مخططات تسيير توزيع المياه بما يوافق التوزيع العادل لماء الشرب بين الأحياء وضمن رزنامة معقولة. وأمر الرئيس الجزائري باستخدام أحدث معطيات التقنية المنظمة لاستهلاك وترشيد المياه من أجل تفادي وقوع أزمات حادة في التزود بالمياه في ظل النمو الديموغرافي والتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة. وعلى أرض الواقع شرعت الحكومة الجزائرية في تنفيذ خطة وطنية تشمل إنشاء بنك معلومات يتعلق بالمياه الجوفية وإعادة النظر في تراخيص استغلالها لري الأراضي الزراعية عبر تفعيل شرطة المياه التي من مهامها مراقبة استغلال المياه ومحاربة التبذير. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل مخزون المياه الجوفية في الجزائر يكفي للحماية من ظاهرة القلق المائي التي حذرت منها الهيئات الدولية المعنية برصد وتوزيع المياه حول العالم؟ نعم يكفي،
بل ويفيض، وكل المؤشرات تؤكد ذلك، خاصة بعد الكشف عن أكبر مستودع للمياه الجوفية تحتفظ به رمال الصحراء الجزائرية ضمن ما يعرف بطبقة المياه الجوفية القلبية، وهي المناطق الأكثر تشبعا تحت سطح الأرض، حيث تمتلئ الشقوق بين الصخور والمسام في التراكيب الجيولوجية الواقعة تحت الأرض بالمياه. وقد بدأت هذه الطبقة القلبية في التشكل خلال الفترات الرطبة إبان ما يعرف بالعصر الطباشيري المبكر. جدير بالإشارة أن هذه الطبقة تحيط بكامل العرق الشرقي الكبير الممتد تحت رمال الصحراء الكبرى في 3 دول، هي ليبيا وتونس والجزائر. وكانت أقمار الرصد والاستشعار عن بعد قد أقرت بصحة نتائج دراسات وأبحاث علمية أشارت إلى أن نحو 70% من منسوب هذه المياه الجوفية يتركز وجوده في الجنوب الشرقي للجزائر، ويتوزع الباقي على تونس بنسبة 10% وليبيا بنسبة 20%. وبحسب السيد عبد الملك سلال الخبير في موارد المياه والوزير الجزائري الأسبق، فإن بحيرة المياه الجوفية الضخمة في صحراء الجزائر والتي تقدر مساحتها بنحو 700 ألف كيلو متر مربع تحتفظ الآن بما لا يقل عن 40 ألف مليار متر مكعب من المياه العذبة، وهي كمية مياه هائلة تحقق مستوى الارتواء في الجزائر لعدة قرون، شرط أن يتم استغلالها بشكل علمي صحيح والحفاظ على جودتها من تداعيات الملوحة والاستثمار الأمثل في استخراجها والحد من انخفاض منسوبها وتوزيعها بشكل عادل على كافة المناطق في المعمورة الجزائرية، بما يعود بالنفع الكبير على نهضة ورخاء البلاد وتحقيق نمو متصاعد في الاقتصاد الوطني الجزائري. وفي الوقت الحاضر تعتمد مناطق الجنوب الجزائري لتغطية احتياجاتها المائية على مستودع المياه الجوفية بنسبة تصل إلى نحو 96%، لري الحقول الزراعية وبساتين النخيل والأشجار المثمرة التي تمثل مصدر الدخل الأساسي لمعظم السكان في الواحات الجزائرية، ورافدا مهما من روافد الاقتصاد الجزائري. ومن المثير للدهشة أن القدماء الذين استوطنوا هذه المناطق الصحراوية كانوا على درجة كبيرة من الوعي للحفاظ على جودة هذه المياه وديمومة تدفقها دون استنزاف. ظهر ذلك جليا في الإرث الفلاحي الفريد لنظام الري والمتمثل في القنوات والأنفاق المائية المعروفة باسم الفقارة، والتي كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو قد اعتمدتها في العام 2018 للميلاد ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى حماية وصيانة عاجلة. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.